دايما كنت بخاف اعمل اي كيكة في البيت عشان حاسة انها مش هتطلع مظبوطة. بس تعالوا اوريكوا ازاي اتغلبت على الموضوع ده. عملت احلى كيكة موز بالقرفة، ما كنتش متخيلة انها تطلع بالجمال ده خالص. اعملي سيف للفيديو عشان هتحتاجيه بعدين. هنحتاج كوبايتين دقيق منخول، معلقة كبيرة قرفة، ولو بتحبي القرفة زودي كوباية الا ربع سكر، رشة ملح صغيرة، بيكنج باودر وبيكنج صودا، مكسرات اي نوع متوفر عندك، شوكولات شيبس لو موجود عندك برضو. هنحط كل المكونات الجافة دي مع بعض ونخلطهم كويس في اتجاه واحد. بعد كده هنحط المكونات السائلة كلها مع بعض، 3 موزات مستوية وربع كوباية زيت وتلت كوباية لبن رايب أو عادي وبيضتين وفانيليا، ونحط كله مع بعض وننزل بخليط الجاف على السائل ونقلب في اتجاه واحد بالطريقة دي. هنجيب القالب وندهنه زيت ونحط ورق زبدة وننزل بالخليط كله في القالب ونسوي الوش ونخبط خبطتين عشان الهواء يطلع منه. لو عندك اي نوع مكسرات حطيه على الوش وزيني بيه الكيكة، اي حاجة متوفرة عندك، ونحطه في الفرن من ساعة الا ربع ساعة حسب درجة حرارة